النجاح لا يتحقق إلا بالإصرار وعدم التوقف عن محاولة التقدم والتطور وعدم الاستسلام للفشل أو اليأس أو الإحباط. مش عيب ان انت تسقط، ولكن العيب انك انت تركن الى السقوط، يعني تقف كده عند السقوط وتفضل محلك سر. لذلك نحتاج دائما الى ما يسمى بثقافه التحفيز، ومنها على سبيل المثال تحفيز الذات، تحفيز الاخر اللي ممكن يكون زميل عمل او زوجه او ابن، لمعرفه المزيد عن مفهوم التحفيز وانواعه واهدافه وفوائده. بشرفنا النهارده يكون معنا في استوديو يوم جديد استاذ عماد طلعت، خبير التنميه البشريه. صباح الفل يا فندم. صباح النور يا أميرة، نورك. أهلا بيك. ثقافة التحفيز، الأول عايزين نعرف المشاهدين ما هو مفهوم التحفيز. التحفيز هو الشيء الملهم للإنسان أو الدافع للإنسان من أجل العمل والتفوق والنجاح. اللي بيبدأ بفكرة أساسية اسمها الأمل. امنح الأمل تأخذ العمل. صحيح. الإنسان من غير أمل ما يقدرش يعيش. وقبل الأمل في حاجة أجمل كمان، حاجة كان بيقولها مارتن لوثر كينج. مارتن لوثر كينج ده شوف الإنسان كملامح بسيطة، لكن كان يمتلك جواه طاقة غير عادية. شوفي هو واقف قدام الناس بيخاطب أعداد كبيرة جدا ويقول العبارة الشهيرة بتاعته I have a dream، أنا لدي حلم. العبارة دي كان بتمتلك تأثير غير عادي على الناس، لدرجة إن هو كان بيكررها كتير في معظم خطبه. يعني مش خطبة معينة، في ناس متخيلة خطبة معينة. معظم سبيتش بتاعته أو الخطب بتاعته كان بيتكلم فيها، يقول العبارة دي ويسرد بعديها الحلم الكبير اللي كان بيحلم بيه، اللي هو يكسر حته التفرقه العنصريه. لما نتخيل ده نتخيل شيء صعب. دائما الاحلام الكبيره تبدا بالشخص الحالم. صحيح. الشخص الحالم الذي يحلم الاحلام الكبيره، اللي عارف ان مش حاجه ممكن توقفه، عارف ان جواه 3 صفات المفروض تكون موجوده في اي حد لو عايز يحقق الحلم بتاعه. ال3 صفات دي القوه والصبر والشغف. القوة والصبر والشغف لو موجودين تقدر توصل للحلم بتاعك، تقدر تحققه. جميع الأحلام الكبيرة يا أستاذة أميرة ممكن تتحقق لو الإنسان يملك ال3 دول. لكن أنا بتكلم بقى في حاجة تانية، يعني عادة الشخص المحفز وفي المستقبل، الشخص اللي بيحفز وشخص مستقبل. المستقبل عادة بيكون حالته النفسية يمكن شوية بتبقى ضعيفة، مكسور، ما عندوش ال3 عوامل أو ال3 صفات اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي. هل من الضروري ان الشخص المحفز بقى يكون هو اللي عنده الحاجات دي عشان يقدر يدي التحفيز اللي يكون الايجابي، اللي يكون بيديله الموتيفيشن زي ما حضرتك قلت لي في الاول؟ المحفز لازم هو اصلا يكون عنده من جواه مقتنع باللي هو بيقوله، عنده صدق في اللي هو بيقوله. انا لسه شهدت بمارتن لوثر كينج بالتحديد، لانه الانسان كان صادق في اللي جواه، مش مجرد كلام بيطلع من اللسان. ما خرج من اللسان لا يتخطى الاذان، وما خرج من القلب يصل الى القلب. دي قاعده اساسيه. فما ينفعش انسان محبط اساسا، ما ينفعش انسان الحاجات العاديه اللي في الحياه اللي بتاثر على اميره وبتاثر على محمد وبتاثر على حسن تاثر عليه. صحيح. وهو بيتكلم مع اميره يقول لها لازم تكوني 1 2 3 4، وهو ما بيعملش كده، مش هتوصل. صحيح، مش هتحسي بيها. صحيح. تحس ان الانسان بيصنع، بيرسم، بيمثل، لابس بدله، هو هيقلعها مجرد ان هو خلص الكلام معاكي. اوقات الواحد بيمر بحاجات يعني هو اصلا تعبان، بس شايف ان اللي قدامه تعبان اكتر، فبيحاول لكن مش قادر يوصله للمرحله اللي هي فيها نوع من التحفيز. شوفي انت قلتي حضرتك ابتديتي بحاجه جميله قوي عجبتني. انت قلتي ان الانسان ما يقعش ويكمل. عارفه الصينيين يقول لك لو وقعت اقع كده. ليه؟ عشان تبقى شايف قدامك، تقدر تقف بسهوله تاني. الانسان لو وقع على وشه مش سهل يتعدل. صحيح. هو بيوصله معنى انت مهما وقعت تقدر تقف تاني. مهم جدا نعرف ان الفشل هو فرصه مؤقته للنجاح. يعني اديتك حاجه بتتعلم منها. يقول لك الانسان القوي هو الذي يصلح اخطائه. صحيح. والذكي يتعلم من اخطائه. فالاخطاء الانسان يتعلم منها ويمتلك القوه انه يصلحها. طب انواع التحفيز ايه بقى يا استاذ عماد؟ التحفيز طبعا اول حاجه في تحفيز معنوي وفي تحفيز مادي. ما نقدرش نغفله طبعا. لو قدرنا نتكلم في التحفيز المادي بس، المعنوي بس، يبقى احنا كده بنقول كلام بنظلم الجزء الناس اللي بتبقى عايزه. الاثنين لازم يكونوا موجودين. صحيح. انا عايز اقول لك حاجه بس مهمه في حته الامل. الامل هو اللي بيعطي الحافز. حافز من غير امل افضل اشجع وفي الاخر ما فيش الامل اللي يخليني صعب. فقدان الامل هو سقوط شعوب ودول، مش مجرد افراد. وجود الامل بيصنع متقدمه ويصنع متطوره. الامل زي ما بيقول الفريد ادلر، ده عالم نفس الشهير، يقول لك الامل هو اساس كل تغيير. في واحد تاني اسمه جون ماكسويل قال كلمه خطيره جدا: الامل يصلح الحاضر. طب ازاي؟ طب الامل ده بتاع المستقبل، صح كده؟ صحيح. طب يصلح الحاضر ازاي؟ هقول لك مثل بسيط. النهارده لو قلت ان اميره ينتظرها مستقبل رائع، هتتطور، هيحصل 1 2 3 4، هتترقى، هتاخد منصب اكبر، ايه اللي بيحصل؟ التفكير بيبقى اجمل طبعا، فالاداء بيبقى اجمل دلوقتي، فبنصنع مستقبل افضل. صحيح. فاذا صح كده؟ صحيح. الامل
يصنع تفكير وذهن رائع ايجابي طبعا، ايجابي، بيخلي ادائك في الحاضر افضل، ادائك في الحاضر افضل، اصبح المستقبل اجمل. صحيح صح كده؟ صحيح. فالامل هو رقم واحد. مهم جدا اديك الامل، مهم جدا اعرفك ان بكره احلى. مش بكره احلى بالكلام، ان النهارده يوم جديد هيعدي علينا. امبارح خلص خلاص، امبارح خلص بالليل. النهارده يوم جديد، يوم جديد زي اسم برنامجنا الجميل، بدايه جديده. اللي ما حققتوش امبارح تقدر تحققه النهارده. لو في صعوبات قابلتك انت تقدر تغير مسارك وتوصل. يقول لك ان العالم يفتح الطريق للانسان الذي يعرف اين هو ذاهب. طيب ادوات بقى تحفيز الانسان لنفسه ايه؟ تحفيز الانسان لنفسه رقم واحد الكلمات الايجابيه المشجعه. النهارده لو انت جايه البرنامج وقلت لنفسك الحلقه النهارده تبقى جميله، انا النهارده هبقى هايله، انا النهارده هكون في احسن حالاتي، مجرد الكلام البسيط ده ادائك هيبقى عامل ازاي؟ احسن كتير. استقبالك لزمايلك عامل ازاي؟ صحيح. الجو النفسي مهما قابلك من صعوبات، على فكره الطريق زحمه، الحاجات المعتاده، الطريق زحمه، حتى لو حصل اسوء حاجه تقابلك في سكتك تلاقي نفسك من جواكي عندك الطاقه انك شحنتي نفسك بالكلمات الايجابيه. في قاعده بتقول لكل فاعل رد فعل، مش كده؟ الفاعل هو الفكره، ورد الفعل هو استجابه العقل الباطن. العقل الباطن او العقل اللاواعي ما بيعرفش يفرق، مش هيناقشك. قلت لنفسك اليوم ده مش حلو او اليوم ده وحش، هو بيوصل لك ده. بيفضل طول النهار يشحنك بده. اي حاجه هتقابلك في سكتك هو يوم من اوله كده. صحيح. لكن انت لو احنا دايما بنقول كده، ولكن فعلا لو انا بصيت للامور بشكل وصلتي مختلف، رسائل ايجابيه لنفسك. بس طب اقول لك حاجه مهمه كمان، تمرين بسيط ممكن نعمله. طبعا الديلي ديري او المذكره اليوميه دي من ضمن الحاجات المهمه جدا الانسان ان هو يحفز بيها نفسه. نكتب فيها ايه؟ نكتب فيها الذكريات المؤلمه بقى لا. اجي اخر النهار. وليه اخر النهار؟ لان العقل الباطن طول الليل بيشغل لك اخر حاجه. العقل الباطن طول الليل بيفقد الصراع مع العقل الواعي، ما فيش مناقشات خلاص، بيستسلم، بيتكوع كل حاجه جواكي، كل حاجه او اخر حاجه فكرتي فيها بيبني عليها. نكتب الحاجات الايجابيه اللي انا عملتها طول اليوم، او اللي انا حققتها، او اللي انا اتعلمتها، او اللي استفدت منها. حتى لو حاجه ما وفقتش فيها اكتب انا ما وفقتش في ايه واتعلمت منها ايه عشان بكره ما اعملهاش تاني. لو عملت الحاجات الايجابيه دي في المذكره دي هتفاجئ يا استاذه اميره بعد وقت ان انا بقى 3 4 ايام في حاجات كويسه جدا بتقابلني، في حاجات جميله بتقابلني، في حاجات رائعه بتحصل ممكن مش واخد بالي منها. ساعات الانسان مع زحمه الحياه، مع مشاكل الحياه، بينسى الحاجات الحلوه اللي بتعدي عليه. لما يكتبها بفكر نفسي بيها، فبشحن نفسي بطاقه ايجابيه. الله، ده الدنيا حلوه اهو، ده في حاجات جميله بتحصل، صحيح. في حاجات كويسه بتحصل، صحيح. سواء على مستوى المادي او على مستوى المعنوي. حاجه مجرد بس حتى لو مديرك في العمل انت كنت هايله النهارده يا اميره، تكتبيها، بتديكي طاقه اجمل، تحسي ان الحياه هتبقى اجمل، وتديكي شحنه انك اكثر ايجابيه واكثر تفاؤل. مجرد ما يبقى عندك التفاؤل الايجابيه قادره على صنع حاجات كتير قوي. تفاءلوا بالخير تجدوه. بالظبط. هقول لك حاجه لطيفه جدا، قصه كده، قصه واقعيه حصلت. نتكلم فكره الحافز. الحافز هو حاجتين مهمين، اقدم لك الشكر والعرفان واقدم لك المسؤوليه. الشكر والعرفان يعني التقدير، احنا للاسف بنفتقده. من اجمل الحاجات الانسان طبعا اجمل حاجات الانسان بيدور عليها هي الشعور بالتقدير. كنت هايله النهارده، كنت روعه النهارده، ممكن ما تسمعهاش متضايقه. المسؤوليه، انا هديك المسؤوليه، احملك مسؤوليه. في قصه لطيفه كده على موظفه كانت بتشتغل في مجال خدمه العملاء، متخيل حتى اسمها اميره، وكان بقى لها فتره وشاطره جدا في مجالها، وبعد 2 3 في صغيرين، موظفين صغيرين، ابتدت تحس انها زيها زيهم. ابتدت تحس انها مش مبسوطه، ان ازاي الناس اللي بقى لها 2 3 بيتعاملوا زيها. المدير بتاعها مدير ذكي، قال لها مالك يا اميره، في ايه متضايقه ليه؟ ادائك مش زي الاول. فقالت له مفيش حاجه، لا صارحيني. فقالت له انا شايفه ان الناس الصغيرين دول بيتعاملوا زيي. فكر، شاف قدامه بعض الحلول. رقم واحد، عشان يرقيها تبقى مشرفه مثلا صعب، انت ترقيها بعد وقت معين. عشان يزودها في المرتب او يديها حافز مادي، فدور على فكره ثانيه. لا، من النهارده انت سينيور، انت يعني كبيره بتاعتهم، الرئيسه، الليدر بتاعهم، تيم ليدر لمده يوم. عموما انت التيم ليدر، انت اقدم منهم وشاطره ومجتهده، انت التيم ليدر. عايزك تدعميهم، عايز تديهم خبرتك. وحاجه ثانيه، لما يكون في مشكله خلي بالك، دي مهمه جدا، دي المسؤوليه بقى. العرفان والتقدير اداه لها الاول، صح كده؟ لما كبرها واداها اهميتها. المسؤوليه بقى ايه؟ قال لها اي حد وقع في مشكله من زمايلك انت اللي هتساعدي، تحكي لي. اوكي. او تساعديه لو تقدري. صحيح. وجاب زمايلها الصغيرين قدامها، قال لهم دي التيم ليدر بتاعكم، دي السينيور بتاعكم. اي حد عنده مشكله ما يجيش على طول، فبالتالي يعالج معاها المشكله اللي هي كانت. الاداء اختلف. صحيح. 180 درجه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها قدم لها شكر وتقدير وعرفان، وقدم لها الجزء الثاني هو المسؤوليه. ده مسؤوليه.
هل في كل المواقف ممكن احفز معنوي اكتر من المادي او العكس؟ يعني هل المواقف كلها بالنوعين اللي حضرتك ذكرتهم في الاول نقدر نمارسهم بشكل اكتر، يعني التحفيز المعنوي فقط او التحفيز المادي فقط؟ في حاجه مهمه جدا يا استاذه اميره، النهارده بنتكلم مثلا عن تعزيز الولاء الوظيفي الولايتي في اي مجال عمل. ينفع يكون من غير في ماده تقدير مادي؟ اكيد لا. طيب الانسان النهارده لما بيشتغل كتير قوي ويحس ان مفيش تقدير مادي، بيحصل ايه؟ بيحس ان الناس دي مش بتقدره. صحيح. مهمه جدا. فالتقدير المادي مطلوب. التقدير المادي بس هي الفكره ليه انا مش بتكلم عن التقدير المادي كتير؟ لان التقدير المادي ساعات بيبقى موجود. ساعات بيبقى موجود واحنا مش واخدين بالنا منه مثلا؟ لا اهو. اكيد لا. لا مش القصد. انا عايز اقول ان التقدير المادي لو مش موجود، صحيح، ما انت ممكن مجالات تانية يعني تغيري مجال عملك، لكن ممكن تكون موجوده في مكان في تقدير مادي لكن مش حاسه انك سعيده، مش حاسه انك مبسوطه. ده كتير كمان. التقدير المادي بيخضع للامكانيات الماديه. يعني ممكن شركه يكون فيها ظروف معينه، ظروف اقتصاد بلد، فدي موضوع خارج عن الاراده ساعات. هي بتحبطك، انا معاكي، بس خارج عن الاراده. لكن ايه الحاجه اللي في ارادتنا؟ ايه الحاجه اللي نقدر نعملها؟ ايه الحاجه اللي نقدر نقدمها؟ ايه الحاجه اللي نقدر نعملها بسهوله وما بنعملهاش؟ صحيح. هي التقدير المعنوي او الحافز المعنوي. صحيح. هل في عوامل مؤثره على عمليه التحفيز؟ عوامل مؤثره بمعنى هل ممكن الشخص المحفز او موقف معين لازم ان انا احفز فيه الشخص اللي قدامي بتاثر عليا؟ طب انا هحفزه ازاي دلوقتي وهو في الحاله دي؟ ما اقدرش اعمل حاجه دلوقتي وهو في الحاله دي. يبقى رقم 1 ان انا احاول اكون واقعي معاه. رقم 2 احاول اضرب له، دي مهمه جدا، اضرب له قصص وسير ناس حقيقيه حصلت، مش قصص من خيال. يعني انا مش من النوع اللي يحب يحكي قصه بقى لها 5000 سنه عن توماس اديسون. انا مش ضد الكلام ده، بس انا نحكي حاجات واقعيه حصلت. ليه ما احكلوش عن زميل في العمل قابله مشاكل كبيره جدا وقدر يقف على رجليه؟ صحيح. ليه ما احكلوش عن قصه مصريه، واحد زي خالد حسان مثلا؟ اكيد حضرتك تعرف قصه خالد حسان. خالد حسان ده لما بنحكي القصه بتاعته، ده كان طفل معوق ودخل السباحه وبعد كده كبر وبقى سباح وقال انا عايز اعبر المانش. قال له لا يمكن، مستحيل تعبر المانش، انت امكانياتك الشخص العادي ما يقدرش يعبر المانش لان في درجه حراره 3 درجات والدنيا صعبه والمسافه طويله. خد التحدي وخد الموقف ده. تخيلي قبل السباق بيوم او 2 حصل له درجه حراره مرتفعه جدا، جاله انفلونزا حاده وورم مش عارف في ودانه، يعني دور برد متكامل. ما ينفعش ان هو يروح. مستحيل انك تقدر. لكن صمم، عنده الاراده، عنده التحدي، عنده الامل، عنده الطاقه اللي تخليه يعمل ده مهما كانت الصعوبات اللي بتقابله. صحيح. انه عارف هو رايح فين. خلي بالك انت اللي بقولها، انت الطريق بيتفتح لو انت عارف سكتك. عايزين برضه نتكلم على الطلبه بقى، وخصوصا الأطفال سن المراهقة، لأنه في الفترة دي برضو بيتأثروا جدا بالعوامل النفسية، وخصوصا لو هو لسه في مجتمع جديد، حتى لو طفل صغير لسه في مجتمع جديد داخل الحضانة أو داخل مرحلة عمرية مختلفة، بيحصل نوع من الوحدة وإن هو يبقى لوحده ويبتدي يأثر على مذاكرته ويأثر على علاقاته باللي حواليه. إزاي نقدر نحفز الطفل ده أو المراهق ده كمان؟ المراهقة غير الطفولة طبعا أكيد، ولكن يعني اعتقد ان هي بتبقى بنسب مختلفه، السن بيأثر. انا عارفه. هقول لك حاجه، القصه اللي حكيتها من شويه على البنوته اللي هي المدير بتاعها خلاها سينيور وخلاها حملها مسؤوليه واداها عرفان وتقدير. فتره المراهقه بتبقى محتاجه دعم قوي جدا من الاب، احساس انها كبرت شويه، او البنت بالنسبه لمامتها، ان الام تقعد مع بنتها والاب يقعد مع ابنه يتكلم معاه ياخد رايه. انا عندي الموضوع الفلاني وعايز اخد رايك فيه، يكبره، يديله كده هو ايه، ان هو حاجه كبيره، ثقه في نفسه. ياخد معاه مثلا المعنى انه ياخده معاه، ينقي معاه مثلا بدلته مثلا، او ياخد رايه في مواضيع حتى تخص شو، يحكي له، يفضفض معاه، بيكبره، بيديله كده حته كده يعني فيها كلنا بندور عليها. هيبقى مبسوط جدا وسعيد. الام مع بنتها جميل جدا برضو في فتره المراهقه اللي بتتكلمي عليها، ان الام تتكلم مع بنتها او الاب يتكلم مع ابنائه. بتكلم دايما ام وبناتها ان الام تبقى اقرب شويه للبنت في الفتره دي، بغض النظر البنت حبيب بابا والكلام ده، لكن في امهات بيبقوا للاسف يعني بيبقى اجانست خالص، يعني بتخلي كل الاطفال يهربوا منهم، لكن خليها في الام اللي هي الطبيعيه، طبيعي انها تتعامل مع بنتها بالشكل الطبيعي اللي هو الطبيعي، اللي هو مش انا كنت قد كنت مثاليه وكنت بعمل، لا خالص، انما الكلام الصادق اللي انا كنت قد كان بيقابلني كذا وكذا وكنت بتصرف 1 2 3 4، يبقى في صدق اكتر، في تقبل اكتر، وقابلني مشاكل كتير من اللي انت بتقابليها، لكن قدرت اعمل 1 2 3 4. فمش عايزاك تعلمي مني وتعلمي من الاخطاء اللي انا وقعت فيها. الطفل او المراهق لما بيحس ان في مصداقيه في الكلام، مش انا كنت بطلع الاول الفصل دايما، مش انا عمري ما عملت حاجه غلط، مش انا دايما كنت المؤدب، صحيح، امال بقى المش مؤدبين كانوا فين؟ ولا اللي بيطلعوا اللي بيطلعوا ال20 على الفصل كانوا ايه يعني؟ صحيح، اكيد ناس موجودين عايشين معانا يعني. صحيح.
صحيح. ده رقم واحد. بالنسبه للطفل الصغير خالص اللي لسه داخل المدرسه، اولا احنا اتكلمنا عن الامل، صح كده؟ صحيح. عايز اقول لك ان احنا بنتكلم عن التحفيز وصناعه الاحلام والامال في اليابان. في حصه في المدرسه اطفال الصغيرين اسمها ما حلمك. عباره عن ايه الحصه دي؟ كل طفل يحكي الاحلام بتاعته، كل طفل يتكلم بمنتهى البساطه، ارسم لي الحلم بتاعك، اوصفه لي. بيطلع من جواه الاحلام بتاعته فعلا، بيطلع من جواه قدرته عن التعبير عن الاحلام، بيطلع من جواه الحاجات اللي هو عايز يحكيها ومش لاقي مكان يفضفض فيه، بيطلع من جواه محبه انه يعلن الحلم بتاعه قدام الناس. على فكره اعلان الحلم ده في نوع من القوه، بيدي طاقه اكتر كتير وبيخليك تشوف الحلم قدامك. بعد كده عبرت وقلت وحكيت، طب هتعمل ده ازاي؟ انت عايز تبقى طيار، عايز تبقى مش عارف دكتور مشهور، عايز تبقى كل ده، هتعمله ازاي؟ فتره زمنيه معينه. انا بقول الكلام ده عشان النهارده بنتكلم عن المدارس، مش هيبقى الكلام ده موجود في المدارس، خلينا نتكلم في الامهات تعمل كده مع اولادها. هتعمل ده ازاي؟ بعد سنين يبقى يتطلب ايه؟ 1 2 3 4 على مدار الفتره العمريه بتاعتك. طب ينفع نعمل الكلام ده غير ما نبدا النهارده؟ النهارده هنعمل ايه؟ اعلمه ازاي؟ وبيعملوا كده في اليابان على فكره في الحصص، يعني حصه تدرج انت بعد الحلم تعمل ايه؟ تبتدي تتكلم عن الحلم ازاي احوله بقى الحقيقه. في الاداره يقول لك الحلم هو الهدف، هو حلم موقود بميعاد. يعني عشان نحقق هدف حط الحلم لازم يبقى له ميعاد، حط ميعاد، صحيح، تاريخ. صحيح. فاعلمه بقى هيعمل ايه، وابتدي ارتب معاه، حط بقى اهدافك هتوصل لها ازاي، ادي لها الاسباب. عايز اقول لك ان من اقوى من الاهداف هو الاسباب، ان انا احط اسباب للهدف بتديني طاقه اكتر، بتديني باور اكتر. انا ممكن في وقت من الاوقات الهدف يتوه مني، اسبابه ما تتوهش مني، اسبابه بتاعتك انت، صحيح، فاهماني؟ الاسباب بتاعت الانسان نفسه، صحيح. يعني هننتقل بقى لموضوع اخر، وهو موضوع بيشغل كل الاسر العربيه، وهي المذاكره. مذاكره، وازاي احفز ابني ان هو يقعد شويه على الكتاب يذاكره، او البنت. يعني يمكن البنت شويه عندها الموضوع فيه مثابره اكتر، لكن الولد لا. لا ابدا. عايزين نعرف برضه نحفزهم ازاي. ما هي رقم واحد هو لو اتكلم انه عايز يبقى دكتور، ابتدي اعلمه ازاي يحط هدف. طب انا دكتور ازاي ما ذاكرش؟ يعني ازاي هبقى دكتور بعد 15 سنه وانا النهارده بالوضع الحالي؟ ابتدي اعلمه ان هو ازاي يحط هدف النهارده، من ضمن اهدافنا ابقى متفوق النهارده. ابقى متفوق ازاي؟ بالطريقه دي. في حاجه مهمه بقى في حته المذاكره، الضغطه الجامده اللي بتحصل ساعات بتبقى نيجاتيف جدا، ما بتبقاش حلوه. انا عايز نعلمهم ازاي يحطوا جدول للمذاكره. جدول مذاكره من الساعه كذا، لازم اعرفه ان في وقت للعب. مذاكره، لو عايز يتفرج على التلفزيون، مسلسل هندي، الحاجات اللي احنا عارفينها دي، احدد له وقت بس، صحيح، تايم معين، وبعد كده في مذاكره. خلي بالك، واللي هيذاكر النهارده لو اطفال صغيرين بنحط لوح في الاوضه، من الحاجات البسيطه جدا اللي ممكن حتى في المدارس تتعمل، المفروض صحيح، لوح بسيطه، ونحط الايام، واللي هيذاكر كويس اليوم ده بيحط نجمه، واللي هيجمع نجوم اخر الاسبوع كويس ليه هديه كويسه. أشكرك على وجودك معنا أستاذ عماد طلعت، خبير التنمية البشرية، وأكيد هيكون لنا لقاءات أخرى، وشرفتني ونورتني في يوم جديد. نورك يا أميرة، شكرا على ذوقك، شكرا.